النهارده هنعمل مع بعض الكبد والقوانص بطريقه سهله جدا جدا، وطعمها بجد حلو قوي وخطيره ولذيذه وهتعجبك قوي. الوصفه دي طبعا في ناس كتير بتحبها، وانا بصراحه حبيتها، يعني ما كنتش الاول بحبها بس بقيت احبها قوي دلوقتي، لان بصراحه طريقتها جميله ولذيذه وبسيطه. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو انتوا اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. وعلى فكره احنا نزلناها قبل كده بس برضو بطريقه تانية، اللي انتوا حابينها يعني اعملوها، بس هما في الاتنين حلوين بصراحه. هنا عندي كده الكبد والقوانص والقلوب، وعندي بصل، وعندي فلفل حامي. تمام. اهم حاجه ان الكبده تبقى مغسوله كويس جدا، هي والقوانص، ومعموله بالليمون ومتظبطه خالص وما فيهاش اي زفاره ولا اي حاجه. وبعد كده بقى تقطعيها بالتقطيعه اللي انت عايزاها، عايزه تعمليها سليمه تمام، ما فيش اي مشكله. اول حاجه كده جبت بصلايه كبيره وقطعتها كده قطع صغيره بالشكل دوت، وحطيتها في معلقتين زيت على النار. تمام. هشوحها، بس انا مش عايزه لونها يغير، او انا عايزه ادبلها بس مش كتير. هي مع العلم هنا حاسه ان هي خدت مني لون، عشان بس انا كنت بتكلم في التليفون نسيتها يعني. لكن انت ما تخليهاش توصل للون ده، خلي لونها يبقى فاتح. بعد كده بقى انزلي بالكبد والقوانص عليها، قصدي سوري معلش، بالقوانص بس. اوكي، عشان القوانص بتاخد سوا شويه عن الكبده. تمام. هننزل القوانص كده عليها وهي نيه، مع المره دي ما سلقتهاش ولا اي حاجه، هنديها تشويحه حلوه كده معاها وتاخد اللون الحلو. بعد كده بقى نروح منزلين عليها الكبد بالشكل دوت، والقلوب. الكبد والقلوب بحطهم اخر حاجه. تمام. هبتدي ان انا اقلبهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. يا جماعه لو انتوا بتشيلوها في الفريزر، يا ريت لما تيجي تعملوها ما تعملوهاش متلجه، لازم تسيبوها لما تفك خالص معاكم. بعد كده تبتدوا ان انتوا تعملوها، عشان لو عملتيها وهي متلجه بالتلج بتاعها، فالدم بيكون متلج فبيزفر، وبتديكي زفاره وحشه جدا، وما بتبقاش طعمها كويس يعني. تمام. مهما تكوني غسلاها. هنا بقى التوابل بتاعتها، حطينا معلقه ملح، وحطينا معلقه فلفل اسمر، ومعلقه كمون، ومعلقه كزبره ناشفه. لازم دول اساسي في الوصفه، لان بصراحه بيدوا طعم حلو جدا جدا، وبيدوا يعني نكهه كده لذيذه، وبتبقى حلوه قوي بصراحه. وهنبتدي بقى ان احنا نشوح فيها كده بالتوابل مع بعضها زي ما انتوا شايفين، لحد ما لون بس الكبده يغير معايا. يعني احنا ما نغمقهاش، ما نخليش لون الكبده اللي هو يبقى اسود كده، لا. تمام. هي تاخد بس يعني لون كده خفيف يغير معايا. بعد كده بقى هديها ربع كوبايه بس من الميه، وهغطيها واسيبها ان هي تغلي مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنا كده كانت خلاص غلت كده وخدت غلوه حلوه، والكبده مستويه، وطبعا والقوانص والقلوب استوت. رحت بقى نازله عليهم بالفلفل الحامي اللي انتوا شايفينه دوت. انا مش عايزه الفلفل يدبل خالص، مش عايزاه يبقى متدبل خالص، عشان يديني الطعم الحلو اللي احنا يعني بناكله في المحلات. تمام. نديها بس تشويحه بسيطه قوي، وهنطفي عليها النار خالص. تمام. هي كده خلاص استوت وانا طفيت عليها. وهنا بقى جيت ان انا اغرفها قدامكم عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. وعايزه اقول لكم والله العظيم ريحتها جميله وطعمها تحفه تحفه، كانت خطيره. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه، واشوفكم بقى في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.